الاخبار؟ عاملين ايه؟ معاكم نهال شلبي. النهارده زي ما وعدتكم كتبت على الفيسبوك هعمل لكم ريفيو كامل عن عدسات جديده معروفه بقالها فتره، يعني حوالي مثلا 6-7 شهور، اسمها ندى فاضل. العدسات تقريبا هي بتاعه بنت لبنانيه تقريبا على حد علمي، يعني هي اللي عملت العدسات دي وسميتها على اسمها. فالنهارده هعمل لكم الريفيو عن اللون اللي انا جبته، هو اللون اسمه ندى رولد. العدسات لما جربتها مريحه جدا، ما حسيتش باي شكه فيها، وانا بالنسبه لي انا عيني حساسه وفيها جفاف، فبالنسبه للبنات اللي عندهم الحساسيه في عينهم او بيعانوا من جفاف في العين هتناسبهم جدا، ومش هيحسوا باي تقل في عينهم ولا اي حاجه من الحاجات. واحد، ان هي مدتها قليله، يعني مثلا عدسات مثلا التانيين 6 شهور مثلا، وسوليتيكا مثلا سنه. دي عيبها الوحيد ان هي مدتها 3 شهور فقط، زي انستازيا تقريبا. شفتها متحدده قلت يا رب بس لما اجي احطها في عيني متبقاش زي انستازيا، انها باينه قوي التحديد بتاعت انستازيا كأن اسود في العدسه. فلما حطيتها لقيت التحديد اختفى معرفش ازاي اختفى. هو تقريبا بياخد البؤبؤ بتاع العين ويعني ما بيبانش مع العين، يعني بيقولك هنا يعني العدسه المفروض ان هي ما تتقلبش، عشان لو اتقلبت ممكن تحس بشكه في عينك او بتتحرك في عينك. قبل ما ادخل في موضوع العدسات بتاعت ندى، عايزه اتكلم البنات اللي بيعانوا من هم مش عارفين ليه العدسه بتشك في عينهم، ليه مش عارفين يركبوا العدسات، ليه العدسه بتحرق عينهم. في كذا سبب. اول سبب، العدسه ليه بتشك العين، تأكدي اذا هي مش منتهية الصلاحية، دي حاجة. الحاجة التانية، لو انت لسه جايباها وشكت عينك حطيها في المحلول اللي هو المحلول بتاعي اللي انا بجيبه بقالي سنين، هو اوبتي فري. ده احسن محلول انا استخدمته بصراحة ومريحني جدا. بحط المحلول في العلبة بتاعت العدسات اول ما بجيب العدسة وبنقعها حوالي 12 ساعة او 24 ساعة، بعد كده بركبها. لكن مش اول ما بفتح العدسات بروح مركباها، عشان بيبقى فيها حاجات كده بتحافظ على العدسات. الحاجات دي تنزل من العدسة مع المحلول، ولما تيجي تجربيها بقى تروحي منضفاها، على تحطي محلول هنا وتحطي العدسة هنا وتروحي عاملة كده بصباعك تنضفيها، بعد كده تنزلي منها المحلول بتاع العدسات وتروحي حطها. بسيطة يعني عن العدسات بتاعت ندى فاضل. العدسات لازم تبقى مكتوب عليها مدة الصلاحية بتاعتها ومدة الانتهاء. هتلاقوا هنا مكتوب مدة الصلاحية باليوم والشهر والسنة، مدة سوري الانتهاء باليوم والشهر والسنة، وكل التواريخ هتلاقوها مكتوبة على العلبة كده، تتأكدوا ان هي اصلية. دي حاجة. وده شكل العدسات، علبة العدسات من بره، تمام، بعلب زي دي، تمام. وهتلاقوا كمان على كل عدسة، او انتوا بتفتحوا العدسات اول ما بتجيبوها يعني جديدة، هتلاقوا مكتوب برضو عليها مدة الانتهاء اهي، يوم بالشهر والسنة. من بنت عاملة جروب على الفيسبوك، اسم الجروب لولو لينسز، تمام. البنت قمة في الذوق واسعارها حلوة جدا، ويعتبر هي اول حد بيبيع ندى فاضل في مصر يعني. فانا بالنسبة لي بصراحة البنت ثقة. ده اسم الجروب بتاعها لولو لينسز،
بتديكم الفاتوره وما هو لولو لانسز. انا نزلت لكم اللينك على الفيسبوك وهنزله كمان على اليوتيوب علشان اللي حابب يشتري العدسات يشتري من البنت، من الجروب بتاع البنت دي في الفيسبوك. انا بلبس عدسات ازاي؟ انا بروح العدسات مثلا هنا بروح وعاملاها بصباعي، بروح واخداها بصباعي كده تمام، بروح ماسكاها كده كده اوكي. زي ما انتوا شفتوا كده انا بنزل عيني لتحت وبروح حطاها في النص تمام. هوريكم شكل العدسات من غير اي ميك اب، من غير ولا ميك اب تمام. دي شكل العدسات، ده شكل العدسات. طبعا ده لون عيني الحقيقي، يعني لون عيني بني غامق جدا جدا. شوفوا ازاي ظهر اللون جدا، هو تحسوه في تحسوا اللون اندور يعني بعيد عن الضوء بتاع بره، تحسوه ازرق جراي شويه بس هو اصلا ازرق اوكي. فده لون العدسه وهي مكبره شويه للعين على فكره تمام. هلبس العدسه التانية. تمام. دي شكل العدسات. دي اسمها ندى رولد، عدسات ندى فاضل، اسم اللون ندى رولد اوكي. جبتها من جروب لولو لانسز للعدسات. ده من غير اي ميك اب، من غير رموش، من غير اي حاجه خالص. شكل عدسات للبنات اللي بيحبوا يحطوا عدسات ويخرجوا، هتناسبهم جدا من غير اي ميك اب. وان شاء الله شكل عدسات قلت اعمل لكم ريفيو عن العدسات. عدسات مريحه جدا، انا مش حاسه باي، الحمد لله ما شاء الله يعني، عشان ما احسدش نفسي. العدسات فعلا مش حاسه باي تعب فيها، مريحاني جدا. وبالنسبه لعيني انا عندي حساسيه وجفاف مش مضايقاني. وزي ما قلت لكم انا قعدت بيها حوالي 8 ساعات ما ضايقتنيش خالص. وبس انا جبتها للمره الثالثه من جروب اسمه لولو لانسز على الفيسبوك. اكتبوا لولو لانسز هو ده الجروب بتاع اللانسز اللي انا تمام جبت منه. وده شكل دي شكل العلبه، واللون اسمه ندى رولد. بس مفيش اكتر من كده، مش هتكلم عن عدسات اكتر من كده، بشكل مختصر جدا. ان شاء الله قريب هعمل لكم ريفيو تاني عن لون تاني برضو من نفس الماركه اسمها ندى فاضل. هجيب لون تاني بس هيبقى اقوى من ده كمان، وهقول لكم برضو، هعمل لكم برضو ريفيو عن اللون التاني ان شاء الله. بس ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله يا رب الفيديو اللي جاي هيبقى لوك ميك اب. وقولوا لي بليز ارائكم عن الفيديوهات اللي جايه تحبوا تبقى ان شاء الله. هعمل لكم الفيديو اللي انتوا حابينه بتاع اللبس والاكسسوارز، بس قولوا لي حابين اقول لكم ايه عن اللبس والاكسسوارز عشان برضو ابقى فاهمه اللي انتوا طالبينه. ولو عايزين اعمل لكم لوك ميك اب
ابعتولي صور عن اللوكات الميك اب اللي انتوا عايزيني اعملها، وانا هشوف الصور وهعمل لكم اللوك المناسب عليا. وان شاء الله كمان قريب هعمل لكم ميك اب على موديل وهنزله على اليوتيوب. وبس اتمنى يكون فيديوهاتي تبقى مفيده، وبليز متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي تدعموني عشان اقدم لكم احلى ما عندي. وبس، وثانك يو سو ماتش، واشوفكم